بصي القمر ده هعمله معاكم النهارده، ريحته وطعمه تجنن حرفيا. لو جربتيه مش هتعمليه غير بالطريقه دي، تحفه يا بنات. يلا بقى انا مش هرغي معاكم كتير، يلا نقول بسم الله ونخش نشوف هنعمل ايه. انا عندي فلفل احمر وفلفل سبايسي وبصل، مش حاجات كتير. عندي كبه هنزل بيها بالحاجات دي كلها. طبعا مش حابه السبايسي ممكن تستبعديه. عندي كمان بهارات فراخ وفلفل اسود، واظبط الملح لكيلو من صدور الفراخ. ومش هنعمهم قوي، انا عايزاهم بالشكل ده كده بالظبط. اسيبهم على جنب لغايه ما يصفوا الميه بتاعتهم وصفيهم كويس قوي. عندي كمان كيلو من صدور الفراخ مقطعهم مكعبات، وخدي بالك لا يكون في عجميه ولا حاجه تبوظ لك الكبه بتاعتك. قطعي مكعبات كده صغيره. وصفه سهله وتحفه وقمر قمر، من احلى الوصفات اللي ممكن تجربيها. وفي نفس الكبه هنزل بصدور الفراخ اللي عندي، هنزل بالكميه كلها او على حسب حجم الكبه بتاعتك. هنزل كمان عليهم ب3 معالق كبار من النشا مليانين، وافرمهم بقى ناعم قوي. انا عايزاهم مفرومين كويس قوي يا ولاد كده. عندي بقى كده ايه الخضار، عندي البصل والفلفل كانت الميه بتاعتهم اتصفت اهي، هركنها على جنب اصفيهم بقى. واكيد الميه دي مش هرميها، انا هستخدمها في التشكيل. هركنها على جنب بس صفي كويس قوي علشان ايه الكفته بتاعتك ما تفكش منك. بس كده خلاص. هضيف بقى ايه صدور الفراخ اللي انا فرمتها، هنزل عليهم بمعلقه من الزيت صغيره بس مش كبيره، واخلطهم كويس قوي قوي مع بعض. بس كده اهي. احطهم عندي بقى في التلاجة لمدة نص ساعة، انا عايزاهم يتشمعوا كويس عشان اعرف اشكلها. بس كده بعد النص ساعة اهي، كمية حلوة جدا. ابتدي انا اشكل قبل ايدي بقى ايه ادي هي المية اللي اتصفت عندي، احط عليهم معلقة من الزيت وابتدي بقى ايه قبل ايدي منها. ولو كنت هعملها بقى بايه هشويها او هعملها بالطريقة اللي انا بعملها معاكم هنا. انا ابتدي انا اشكل اي شكل انت بقى عايزاه، كور او الشكل اللي انا عاملاه ده اي حاجة عشوائي تحبيها اعمليها. انا بحب اعملها كده، تعمل معاكي كمية حلوة جدا. انا عملت معايا 45 قطعة يا بنات، يعني الكيلو عمل معايا 45 قطعة من الحجم ده. انت ممكن تصغري هيطلع معاكي اكتر، فانت لو في عزومة ولا حاجة فهيرمي معاكي كتير. عندي بقى سمنة سخنتها كويس، وانزل بقى احمر الكفتة دي. انا عايزاها تاخد لون من كل جهة، هي طبعا لسه مستوتش. خلص بقى الكمية كلها اللي عندي. وفي نفس المكان هنزل بقى عندي شعرية، هبتدي انا ايه احط لها معلقة من الملح، وابتدي انا احمرها وخلي ايدك فيها على طول علشان ما يبقاش واحده بواحده. انا عايزاها كلها تاخد لون واحد. انا مش اول مره اعمل معاكم الشعريه دي، انا عملتها كتير معاكم. انا دايما بحب اعملها جنب المشاوي او الكفته، بتبقى حاجه تحفه بجد يعني. عندي بقى بعد ما خدت لون اهو ذهبي، عندي زبيب وعندي قرفه وبهارات فراخ وفلفل اسود. وهظبط الملح طبعا، ما تنسيش ان انت حطيتي ملح في الاول كمان. انا بقى هفضل اقلب بس كده، عايزه اشم ريحه القرفه اول ما تطلع. هنزل بقى بالمرقه اللي عندي او الميه، هعملها معامله الرز يعني تبقى الميه فوقيها عقله صباع. وهنزل بقيه الكفته اللي كنت محمراها معاكم فوق الوش كده، وهغطي عليها واحطها على العين الصغيره واسيبهم لما تستوي. بعد ما تستوي عندي اي حاجه فيها نقطه زيت، واحط فحم واغطي عليهم لغايه يعني مده 10 دقايق كمان. مش حابه كده استبعدي. ودي كانت الوصفه النهارده، قمر قمر قمر. تشمين الريحه معايا تجنن حرفيا بجد تجنن. يا رب تكون الوصفه عجبتكم النهارده. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. ما تنسيش اللايك والشير. سلام.